السلام عليكم. النهاردة هيكون معانا فكرة الفيديو عن ازاي تحمل لعبة بيس على الكمبيوتر، بالتحديد بيس 21. اول حاجة بنفتح خانة البحث في جوجل وندوس موقع تحميل العاب الكمبيوتر. اول ما بحمل معانا بنفتح اول موقع، ودلوقتي اول موقع فتح معانا اهي. اول حاجة بنلاقي فيه الموقع ده كل العاب الكمبيوتر اللي انت تعوزها وبرابط مجاني كل ده. فبتدوس على مثلا بيس 21 اهي، نقلب تحت خالص بنلاقي الرابط في اخر حاجة في تحت بعد كل الكلام ده، مقدمة والبتاع. وديت المواصفات اللي بيحتاجها اقل حاجة عشان تشغل لعبة بيس 21. يعني مثلا بتحتاج معالج انتل كور اي 5 الجيل الثالث او اي ام دي اف اكس الجيل الرابع. بتحتاج كارت شاشة نفيديا جي تي اكس 670 او كارت شاشة اي ام دي راديون اتش دي 7870. بتشتغل على نظام ويندوز 8.1 او ويندوز 10، واقل حاجة في الرامات 8 رام. وبتكون محتاجة مساحة فاضية على الهارد 37 جيجا. ده غير ان انت لسه تحمل ال 15 جيجا بتوعها، وهي مساحتها من هنا 15.7 جيجا، يعني تقريبا كده 15 جيجا و700 ميجا. انت بقى لو عاوز تحمل لعبة بتدوس على اول رابط، لو محملها عاوز تحدثها بتدوس على تاني رابط. مثلا انت هتحملها اول مرة فبتدوس على اول رابط زي ما انا دوست كده، استنى يحمل معاك. دلوقتي الرابط اتحمل معانا اهو، ندوس عليه. اول ما ندوس عليه هنلاقي ايه، الملف بتاعه بدأ يتحمل معانا. هندوس هنا مثلا كده، ودلوقتي الملف بدأ يتحمل معانا اهو. تمام زي ما انتوا شايفين، اي فوتبول بيس 21 حجمها 15 جيجا و700 ميجا. بس انا عشان محملها طبعا مش هحملها مرة تانية يعني كده. وبكده يخلص الفيديو معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان دلوقتي معاكم طريقة تحميل بيس 21 بالكمبيوتر. متنساش الفولو واللايك عشان تدعمني في قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.